عبد الرزاق بن منور بن عبد الفتاح بالسيود، أحد أحفاد جدي محمد بالسيود صاحب الوقف. تدخل السيد الباجي قيس السبسي عندها كان كاتب دولة الداخلية وحول الملف بتاعنا إلى تونس، وهذا ثابت ولنا الوثائق ما تفيد ذلك، فهمتني؟ وعمل قرار وفي ولاية تونس صادر عن الولاية وليس عن لجنة تصفية الأحباس، لأن الرسم بتاعنا العقود بتاعنا هي تابعة ولاية باجة مش تابعة ولاية تونس. ألور بعد ما طعنا في القرار 768 هزوه للجنة العليا اللي هي تحت سلطته هو، سلطة وزير الداخلية وزير العدل. في الوقت هذاك الباجي قيد السبسي وضع اسم فاطمة بنت السبسي، بنت قيد السبسي، فهمت؟ في البداية بعد ما وضع اسمه هذاك تحط دخلوا هما ورثاء، دخلوا وريث في حبس أحمد شلبي وفاطمة بيا اللي لا وجود لهم ولا أحكام تبرهن ذلك. مساحة الهناشر الأربعة هم 5 هناشر، مساحة الهناشر الأربعة 5200 هكتار، ومعاهم جماعة اللي يعطوهم سر الحبس، جماعة السبسي هاو موجودين الأسماء اللي واحد 227 اسم، ومن جملة الأسماء في القائمة 3 تاع الرسوم العقارية المزيفة والغير محينة، رقم 80 الباجي، ورقم 81 اسماعيل، رقم 82 صلاح الدين، رقم 84 مصطفى كمال، لي 4 ديرني فيس دو مسيو حسونة قايد السبسي، فماش واحد اخر اسمه حسونة قايد السبسي، وجده شادي قايد السبسي، ولا ما بالصورة ولا معروفة القصة كلها، فهمت ولا؟ سيطروا علينا بسلاح، اطردوا والدي وجماعتهم من الهناشر الكل، وعندنا ما يثبت ذلك، فهمت ولا لا؟ وقاموا يدلسوا في عقود مزيفة. سي باجي وقت اللي ولا شد لنا الدولة، بارك الله فيك، شد الدولة. اما قال كلمات قال اذا كنت تلقاو اسمي في رسم عقاري راني سارق كيلو اخرين، سامحني ونحشم منك ونكبر فيك، تبقى اسمك موجود في 3 رسوم عقارية هما 180,455 برازي تشوف في القائمة، 115,387 برا شوف في القائمة اسمك رقم 80 انت واخواتك، فهمتي؟ وفي الرقم في حبس فاطمة بيا اللي ركبتوه، اللي تركب على حبس بالسيود، فاطمة بيا اولا توفيت ما عندهاش صغار، والعقود مدلسين ما فيهمش مدلسين. وعلى كل حال فيما يخصني انا نهنيكم من الان، لا اكسب شيئا، بحيث اذا كان كسبت شيء اعرفوا وراه جاي من حاجه اخرى. بكل صراحه باستثناء السياره هذه ملكي اللي انا نتاعي، اما ما زاد على ذلك لا عندي دار ولا عندي سهم ولا عندي كذا، كان عندي انتهى القضيه. عملنا دار تخلفنا فيها مع الزعيم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبه رحمه الله، فهمت؟ اتلفناها والحمد لله، وكل ذلك من فضل ربي. قال ما نملك الكارت جريس، هو اسمك في القائمه نتاع 768 وفي القرار 768 وفي القرار اسمك موجود في القرار 768. شكون عامله؟ من غير ما تعدتش على اللجنه، لانكم هزيتوا الرسوم نتاعنا، العقود نتاعنا وثبت عليكم الولايه، هي اللجنه نتاع ولايه. وانا اقول لكم القناعه مال لا يفنى، مال لا يفنى، لأن القضية في المال توا، فناش الكنوز.
القناعة مال لا يفنى. ونحن يصح فينا الكلمة التي قالها أحد أعرفش أنه هو يعني من الصحابة أو من غيرها: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير. ولا حديث شريف بارك الله. يا ولدي الصحافة معناها حاجة ضرورية. قلت يا سي الباجي، قلت اللي ما عندي كان الكارت جريز بتاع السيارة باسمي. كيفاش موجود اسمك في الرسوم العقارية والأعداد؟ قلتهم لك. من أين لك هذا؟ سامحني. تغدو خماصا وتروح بطانا. الحمد لله احنا شبعانين من فضل ربي هذا، وان شاء الله معنا نكون كلنا كذلك.